لو في منطقة ما عدد السكان فيها كان أكبر من مساحتها، المنطقة دي بتعاني من كثافة سكانية مرتفعة، زي 4 مناطق موجودين في إفريقيا: وادي النيل ودلتاه، منطقة النيل الأزرق، السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الجنوبية الشرقية. اللي بيميز المناطق دي خصوبة التربة ووفرة المياه، وفي ميزة خاصة بالسواحل وهو اعتدال المناخ. أكتر المدن في إفريقيا كثافة سكانية هي لاجوس في نيجيريا والقاهرة في مصر. في نتائج اترتبت على الكثافة السكانية المرتفعة في المدن دي، وهي الضغط على المرافق والخدمات: شبكة الطرق، مواصلات، كهرباء، مية. ده أدى لإيه؟ أدى إن الشبكات دي ابتدت إن هي بتتهالك وبتحتاج لصيانة دورية، فبالتالي في اضطرار دائم لوضع خطط تنموية لرفع كفاءة المرافق دي عشان تقدر تتحمل الزيادة العالية في الكثافة السكانية. بعد ما فهمنا، يلا بينا نثبت المعلومة. وادي النيل ومعاه دلتاه، والنيل الأزرق وياه، كثافة سكانية فيهم مرتفعة لخصوبة التربة ووفر مياه. وسواحل شمالية غربية وسواحل جنوبية شرقية مرتفعين كثافة سكانية لخصوبة التربة، اعتدال مناخ، وفيه وياهم وفرة مية. أعلى مدن قارة أفريقيا في كثافة سكانية: بص، لاجوس في نيجيريا والقاهرة في مصر. ترتب إيه على الكثافة دي؟ ضغط على المرافق والخدمات، مما يتطلب خطط تنموية.